اهلا بيكم في حلقه جديده من اومنيفيرس ووتشر، استكمالا للحلقات اللي بنتكلم فيها على الشخصيات اللي هتظهر في فيلم مارفل الجديد ساندر بولتس. النهارده هنتكلم على شخصيه ريد جارديان، ناخد فكره عنه وعن قدراته في الكوميكس. ريد جارديان هو شخصيه تبع مارفل كوميكس، هويه بطل اتعملت عشان تكون معادل سوفيتي لكابتن امريكا. حمل الهويه دي 7 اشخاص على الاقل. النهارده هنتكلم على اشهر واحد فيهم اللي هيظهر في الفيلم، وهو اليكسي شوستاكوف. أليكسي أول ظهور ليه في الكوميكس كان في شهر يونيو سنة 1967. الكلام ده كان في العدد رقم 43 من سلسلة الكوميكس افنجرز على ايد الكاتب روي توماس، وهو تاني واحد يحمل هوية ريد جارديان. هو واحد من أشهر طيارين الاختبار في الاتحاد السوفيتي. من كتر مهاراته كان بيتم اختياره لأكتر المهمات سرية وخطورة، بيتعمل له دعاية كبيرة جدا، بيتم اعتباره بطل للاتحاد السوفيتي. بيتجوز ناتاشا رومانوفا. بعد كده المخابرات بتقرر تجنده، بتقوله ان الدولة عندها مخططات كتير ليه، وممنوع من التواصل مع اي حد من معارفه حتى مراته، اللي بيقولوا لها ان جوزها مات في انفجار لصاروخ تجريبي وان هو مات بطل. هي بعد كده بتتدرب، بتبقى جاسوسة وبتعرف باسم بلاك ويدو. بنشوف ان المخابرات بتدربه عشان يكون ريد جارديان الجديد. هو شخصيته بتتغير، بيبقى اكثر قسوة. في نفس الوقت ده بنشوف ان دولة الصين بتصمم جهاز بيعمل هلوسة جماعية. الجهاز ده امريكا والاتحاد السوفيتي ما عندهمش دفاع قصاده. هما بيقرروا يتحالفوا مع السوفييت، بيعرفوهم ان هم عندهم مخطط لغزو امريكا وان هم عايزين مساعدتهم. السوفييت بيشوفوا ان دي فرصة ذهبية ان هم يتخلصوا من المنافسة مع امريكا وانس اند فور اول. بيبعتوا الريد جارديان لقاعدة عسكرية سرية في الصين عشان يحمي الجهاز. شيلد برضو بتبعت بلاك ويدو عشان تاخد معلومات اكتر. بيتقبض عليها وبيجي وراها هوك اي وهيركليز. ريد جارديان بيقبض على هوك اي وبيعرض هيركليز للجهاز فبيجيله هلوسة. بيقلع قناعه قصاد بلاك ويدو اللي بتتفاجئ ان ده زوجها السابق. الافينجرز بقيادة كابتن امريكا بيهجموا على القاعدة دي. ريد جارديان بيشوف ان دي فرصة ذهبية ان هو يثبت جدارته، وبيخش في معركة قصاد كابتن امريكا. ستيف كان على وشك ان هو ينتصر، بس في واحد بيكهربه فبيغمى عليه. اليكس بيتضايق جامد جدا. بنشوف ان بلاك ويدو كانت عايزه تدمر الجهاز، جنرال صيني كان عايز يمنعها بيصوب مسدسه، بس اليكس لسه بيحبها فبيمنعه. الجنرال ده بيضرب نار عليه هو. بعد كده بنشوف ان بلاك ويدو بتنجح بالفعل في تدمير الجهاز وبيبتدي سلسله من الانفجارات. دلوقتي الجنرال متضايق جدا، عايز يفش غضبه في حد فبيقرر يموت كابتن امريكا. اليكس بيشوف ان غلط انك تموت خصم شجاع عاجز، فبيمنع الجنرال باخر قوه عنده بيزقه. الطلقه بتيجي في انابيب غاز، بيحصل انفجارات كبيره جدا بتؤدي لتنشيط بركان خامل مبنيه عليه القاعده، فالقاعده بتتدمر واليكس بيموت. السوفييت بيعملوا ال ام دي منه اللي هو لايف موديل ديكوي، بيستخدموه في خداع بلاك ويدو ان هو لسه عايش، بيعرفوها ان هم بيعالجوه، بيبتزوها ان هم هيبطلوا علاجه لو هي ما عملتش عمليات تجسس ضد امريكا. هي بعد كده بتكتشف المخطط بتاعهم وبتحبطه وبتدمر ال ام دي ده. بعد كده بنشوفه في ليجون اوف ذا ان ليفينج. مره كان بيتحكم فيه جراند ماستر وبيخليه يحارب الافينجرز، مره تانية كان بيتحكم فيه جريم ريبر. بعد كده فجأة من حيث لا تدري، من غير ما حد يفسر، بيطلع ان هو لسه عايش، كان مستخبي، محدش عارف هو كان بيعمل ايه، وكان بيحيك مؤامرة قصاد بلاك ويدو. بلاك ويدو وشيلد بيقبضوا عليه. بعد كده بنشوفه ان هو بقى رونين، بينضم لفريق اسمه دارك اوشن سوسايتي، عايز يعمل حرب ما بين روسيا واليابان عشان روسيا تسترد مجدها السابق. بيتغلب بعد ما واحدة في الفريق بتاعه بتخونه بعد اقناع بلاك ويدو. وبنشوف ان بلاك ويدو وشيلد بيقبضوا عليه تاني. بيفضل مسجون حتى بعد ما شيلد وقعت، بتيجي يلينا بيلوفا بتحرره. بعد كده بنشوف ان في مجموعه من اعداء بلاك ويدو بيقبضوا عليها، بيزرعوا فيها ذكريات مزيفه ان هي مهندسه معماريه متجوزه ومخلفه وعايشه في سان فرانسيسكو. اليكس بينقذها. بعد كده بيتحد مع يلينا عشان يستردوا 4 هارد درايف بيحتوي على سجلات عسكريه لعمليه قديمه بتثبت فساد الاتحاد السوفيتي ويدمروها. بس هو كان عنده مخطط تاني ان هو عايز ينشر الكلام ده للشعب الروسي، بس بيحبط المخطط بتاعه فريق وينتر جارد. بعد كده يلينا بتتواصل معاه تاني، بتعرفه ان باكي بارنز عمل نسخة جديدة من فريق ساندر بولتس، وان هم هيهاجموا قلعة ريد سكال في الارجنتين. هو بيوافق على الانضمام للفريق عشان هو عايز ينهي الفاشية. بيبقى معاه الدرع بتاعه اللي اسمه ريد جارديان شيلد، وبينجحوا في تدمير القلعة وبيقتلوا الهوست بادي بتاع الريد سكال. احنا دلوقتي ممكن نتكلم على قدراته. هي ايه قدراته؟ هو رياضي ممتاز، عنده رشاقة عالية، خبير في الفنون القتالية، بالإضافة إن هو طيار متميز، عنده قرص في الحزام بتاعه معدني،
بيستخدمه كسلاح بيرميه وبيرجع له تاني مغناطيسيا، بالإضافة للريد جارديان شيلد المصنوع من الفايبرانيوم. لو هنتكلم على ظروف الأعمال الفنية، فهو ظهر في عالم مارفل السينمائي الام سي يو في فيلم بلاك ويدو سنة 2021. قام بالدور بتاعه الممثل ديفيد هاربور، اللي هيعيد إحياء الدور بتاعه في فيلم ساندر بولتس سنة 2025. في فاريانت منه هتظهر في الموسم الثالث من مسلسل وات اف، وفاريانت تاني هيظهر في مسلسل الانيميشن مارفل زومبيز. كمان هو ظهر في 4 ألعاب فيديو جيمز. بس كده، دي كانت حلقة سريعة اتكلمنا فيها على أغلب حضور ريد جارديان أليكسي شوستاكوف في الكوميكس. أنا عايزك دلوقتي تقولي في الكومنتس أنت إيه رأيك في الشخصية دي، متشوق لفيلم ساندر بولتس ولا لأ؟ احنا الحلقة الجاية هنتكلم على حاجة جديدة. لغاية الحلقة الجاية ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو انت مش عامل سبسكرايب اعمل، وما تنساش تضرب الجرس.